وراض أيضا بالحال الثاني، بمعنى في حال البلاء أنت راض ورضا ودعاء لا يعني عدم رضا، وإنما أنت تسأل الله تعالى من فضله، فإن أعطاك رضيت وإن منعك رضيت، كما أن الدعاء أصلا هو يعني استجابة لأمرنا تعالى، لأن سبحانه وتعالى هو الذي قال ادعوني استجب لكم. النقطة الثالثة أهمية تظهرها، هل معنى أن الإنسان يكون راضي أنه لا يسعى في تغيير حاله؟ واحد مثلا فقير، هل معنى راضي يبقى فقير طول الحياة؟ هذه نقطة مهمة جدا، وتخلينا نفهم من ايش الرضا هذا، لأن كلام العلماء لا يعني أن الإنسان لا يسعى لتحسين أحواله. مثلا واحد مريض عن شوكة، هل معنى أن راضي يبقى بدون علاج؟ هذا أبدا غير صح، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمرنا بالتداوي، أمرنا بتحصيل الرزق، أمرنا بالسعي من أجل العفاف في الزواج، أمرنا بأشياء كثيرة هي في حقيقتها تغيير للحال نحو الأحسن ونحو الأفضل. وبالتالي عندما نقول الرضا بالحال هذا ما يتنافش مع الإنسان يحاول يصلح أحواله ويدعو الله تعالى أن يصلح حاله، وإنما المقصود بالرضا أنه في حالة ما إذا سعيت ودعوت ولم يحدث لك ما تريده، يعني الحال لا تتسخر، لأن بعض الناس يقول كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. قالوا كيف يتعجل؟ قال عليه السلام يقول دعوت فلم يستجب لي فلم يستجب. إذا ثمر الأولى الشيخ كمال العبودية وهي الأصل، ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى، ما رضي فله رضا وما سخط فله سخط. هذه ثمرة أخرى، وهذه قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، يقولوا الجزاء من جنس العمل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من رضي عن الله تبارك وتعالى طبعا بكافة أنواع الرضا التي ذكرت استحق رضا الله جل وعلا، وإذا رضي الله تعالى عنه كما يعني ليس هناك نعمة، يعني كما جاء في بعض أقوال الشعراء فليتك تحلو والحياة مريرة، هذا يخاطب، لا أدري إذا كان أصله في مخاطبة الله جل وعلا ولا شاعر يمدح شخصا آخر، لكن في يعني مناجاة المتاع قال فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن يصفو منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. تعرف الله يجزيك شيخ نبيل، ثمرة أخرى ممكن أن سريعا أعطينا ثمرة أخرى من ثمار الرضا. الحقيقة الشيخ فتح شهيدنا بالثمار هذه. تفضل شيخ. ربما كانت ثمرة اللي كنا ذكرناها من قبل. ممكن نعم معليش. ربما من بين هذه الثمار كما قلنا ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واحد أولا الإيمان. كذلك غفران الذنوب ذكرناها يعني قبل حديث الحديث. غفران الذنوب، وكذلك أيضا دخول الجنة، يعني هذا هو المقصد في هذه الحياة. علاش الإنسان في الحياة الدنيا علاش هو عايش حتى يريد إرضاء الله عز وجل في دخول الجنة، وتحقيق هذا الأمر الرضا بالله عز وجل يدخل الجنة، يغفر الذنوب ويدخل الجنة. كذلك أيضا من بين الثمار أن يشعر الإنسان بالطمأنينة والسعادة في مواجهة قصة طويلة، يعني أن يشعر الإنسان بالسعادة والطمأنينة وهو يواجه المحن ويواجه المشاكل الدنيا. ويعني قصص كثيرة في ذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الذين من قبله، الصحابة الكرام وغير ذلك ممن كانوا يضحون ويصبرون ويؤذون، وكل هذا يتقبلونه برضا ويطمئنون ويرضون. كذلك علماءنا لذلك يشوفوا بأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول عندما يدخل السجن ما كانش يقول يعني أنا وجدت وندمت يا ليتني لم أنصح يا ليتني لم أتكلم، وإنما كان
هذا الإنسان يقول هذا هو الذي يرضى بالله عز وجل. وفي العذاب في السجن، والعذاب في السجن يقول سجن خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة. من يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام هو الذي رضي بالله عز وجل رضا. ولا مثلا عالم آخر من العلماء عبد الغني المقدسي أيضا حدث له نفس الشيء، دخل السجن. هذا الرجل دخل السجن وبطبعا ما دخلش السجن لأجل السرقة ولا لأجل الغش، وإنما دخل السجن لأنه كان يدعو إلى الله عز وجل، كان ينصح، كان يأمر بالمعروف، كان ينهى عن المنكر. ومعلوم الإنسان الذي ينصح ويصحح ويرشد دائما يتعرض لمثل هذه المشاكل ويتعرض لمثل هذه المحن. عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كان في السجن، وضعوه مع اليهود، حتى يمعن في عذابه، يعني كان المسلم مع اليهود ما يقدرش يروح. فدخل، وحال العلماء تعلمون استعينوا بالصبر والصلاة. فدخل الصبر وبدأ يصلي ويذكر الله عز وجل، واليهود معه في السجن في الزنزانة ينظرون إليه متعجبين، ما بال هذا الرجل؟ رجل من حديد عنده قوة عجيبة، صبر عجيب، رضا بقضاء الله عز وجل وقدره، الصبر على البلاء، يعني أمر عجيب. فبدأوا ينظرون إليه يصلي يذكر الله عز وجل. ثم بعد ذلك قالوا بعد مدة وجيزة اليهود الذين كانوا معه في السجن والذين كانوا معه في الزنزانة دخلوا في الإسلام وخرجوا من السجن مسلمين. الشيخ بعد القصة تمام القصة خليها بعد إن شاء الله، خلي نشوف الشيخ. تفضل. فلما تلخص لنا بعد القصة من بدايتها هكذا باختصار أعطينا وش المقدسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة نعم. يعني احنا الصحراء من العلماء وتجلدهم في الدعوة إلى الله عز وجل، رضاهم بقضاء الله وقدره واحتمالهم الأذى، رضا بالله عز وجل ورضا بهذا الدين. فذكرنا عن هذا العلامة هذا كيف أنه دخل السجن ووضع مع اليهود، ثم بعد ذلك الصبر وكان يدعو إلى الله عز وجل، فخرج كل من كان في السجن خرجوا مسلمين. أهم شيء في هذه القصة هذه أهم شيء يهود لكن أسهل من صبره ورضاه. نعم، صبره ورضاه بقضاء الله وقدره. لذلك فنماذج كثيرة. شوفوا مثلا من الصحابة قصص معروفة كعمار بن ياسر مثلا، هذا الرجل الذي فقد والديه كما هو معلوم، هل سخط؟ هل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم
وصلنا إلى هذا الأمر يقتل والدي أمام عينيه. كان قادر يعني كان ضعيف الإيمان لا يرضى بالله عز وجل، كان قادر يعني يتسخط وربما لا يعجبه ذلك وربما يرتد، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لقوة إيمانهم ولصبرهم ولتجددهم يعني ثبتوا على دين الله عز وجل وتمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. نفع الله. شيخ منير ممكن ثمرة أخرى فيما رضا هكذا باختصار؟ أذكر بعض الثمرات الأخرى عندي حوالي 3. خذ اثنين. من ثمار الرضا كذلك الشكر. الشكر يعني طبعا الشكر عبادة، والله تعالى أمرنا بالشكر، قال سبحانه وتعالى واشكروا له، قال اشكروا لي ولا تكفرون. فالرضا من أسباب تحقيق الشكر. عبد الراضي يشكر كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كبيرة وعين السخط دوما تبدي المساوي. يعني الإنسان الذي ينظر إلى حاله وإلى فعل ربه فيه سبحانه وتعالى بعين الرضا، هذا لا يرى العيوب بل يرى الخير ويشكر الله تعالى عليه. أما الذي ينظر بعين السخط هذا لا يرى إلا السلبيات، كما يقول لا ينظر إلا إلى الكأس يعني نصف الكأس الفارغ ولا ينظر إلى النصف الممتلئ. أيضا من أعظم ثمرات الرضا، وهي ثمرة يعني فيها كثير من الفوائد، الوقاية من كثير من أمراض القلوب والآفات التي تنشأ عن عدم الرضا. مثلا الحسد. نعم. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. علاش بعض الناس يحسدوا بعضهم؟ علاش هذا يحسد هذا؟ الحسد كما هو معروف هو تمني زوال النعمة عن الغير عن المحسود. لماذا الحاسد يحسد المحسود؟ لماذا؟ لأن الأصل بتاعه هو مش راضي بما أعطاه الله تعالى، فيتمنى زوال النعمة عن غيره. فهذا من الأمراض التي تعالج بالرضا ومن أسبابها عدم الرضا. كذلك التجسس وتتبع عورات الغير والبحث عن خصوصياته، هذا منشأه أيضا عدم الرضا، لأنه يبحث يريد أن يرى يحوس يشوف ساعة الحكاية، شحال عنده هذا، وش شراء وش ما شراش، وش عنده في نار وش ما عندوش، وهذا يتجسس. والله تعالى نهى عن التجسس، والتجسس يقود إلى شيء آخر وهو الغيبة والنميمة. لأن الله تعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كذلك من أسبابها قلة الرضا عن الله تعالى. الغيبة ما هي غيبة؟ وش معنى هذا؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. تتكلم عن شخص آخر بشيء لا يحبك تتكلم عنه فيه. فمن أسباب الغيبة أيضا دوافعه من دوافع الغيبة أنك ماكش راضي على حالك، ماكش راضي على يعني قسمة الله تعالى لك أو قسمة غير، فتبدأ تذكر هذا الغير بالسوء، تحوس على المناسبة باش تذكره بالسوء. أيضا النميمة، أيضا الكذب، الطمع. من أعظم الآفات التي تنشأ بسبب قلة الرضا الطمع، وعكسه القناعة. عكسه القناعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، هذا سعيد في الدنيا وفي الآخرة. من أسلم ورزق كفافا، الكفاف والعفاف كما يقولون، الشيء الذي يكفيك يقضي حاجتك، كما قال أظن أبو العتاهية قال: رغيف خبز يابس تأكله في عافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها راضية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية. قال: خير من السكنى بأبراج القصور العالية، وبعد قصر شارع تصدى بماء حامي. يعني شاعر مجلسنا اليوم ما شاء الله. نعم. ممكن نختم الشيخ الدين العشاء. الشيخ الدين الاستخارة ممكن عندها علاقة بقضية الزواج. لو تفيدنا بالعلاقة بين الاستخارة، أول ما هي الاستخارة وعلاقتها بقضية الرضا. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستخارة هي أن يطلب المسلم من الله عز وجل أن يوفقه إلى الخير من الأمور المباحة، مقبل على أمر وهي في حياته يصلي صلاة استخارة ركعتين وبعدها دعاء. الغرض منها ولا الهدف منها أن يكون يا ربي خير الحاجة فيها خير، فيها المصلحة، فيها فائدة تاعي في الدنيا وفي الآخرة. طيب الشيخ نستفيد معك الاستخارة هذه يصلي لا سريعا يصلي ركعتين يدعو الله، يدعو بعد الصلاة، قبل الصلاة، نهاية الصلاة. هو الظاهر الحديث يفيد بعد الصلاة. بعد الصلاة يفيد بعد الصلاة. يعني يستخير بنفسه. ومن أهل العلم من قال يدعو بعدما يرفع من الركوع ركعة ثانية. نعم. والله أعلم. طيب ممكن واحد يستخير عن غيره ولا ممكن؟ يعني مثلا ممكن تستخير عن بنتها جاءها خاطر. لا هو الأمر يخصها الأمر. يخصها. زوج بنتها يخصها. طيب علاقتها بطريقة الرضا. نعم في الحقيقة هو بنفهم العلاقة لازم نقرأ دعاء الاستخارة ونفهمه منه. فدعاء الاستخارة اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كما كانوا يعلمون سورة من القرآن يقول فيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. شوف هذا باب الرضا. يعني شوف المستخير يسلم روحه ويرمي أمره عبد الله سبحانه وتعالى فيقول يا ربي أنت القدير وأنت العليم أنا ما نقدر ما نعرف. هذا أول عتبة أول باب يفتح من الرضا أنك ترضى بالقدير وترضى بالعليم. الرضا بالله عما سوى. نعم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يعني إذا كان هذا الأمر رب سبحانه سبق في علمه بأنه فيه خير هذا الإنسان وفيه فضل يدعي هذا الإنسان أن ربي بارك يسهل له ويسر الأسباب تاعه ويجعله فيه البركة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري شوف شيخ تبع معي رفض الدعاء مليح فاصرفه عني واصرفني عنه. فاصرفه عني يعني بعد علي واصرفني عنه بعد يعني. ليست نفس العبارة الثانية وهذه من عين الرضا. أنه الإنسان كان كثير من الناس هذا الشيء خلاص ما اشترع راح عليه صح ما زال متعلم به ما زال مسكين راح يطلق لما نشعر ما طلعوش قبل زوجها وجابت الولد هو ما زال يخمم ما زال يفكر وما زال واصرفني عنه يعني خلاص على باقي حاملها من تاعه لا اصرفني عنه يعني خلاص نحولي من خاطري نحولي من بالي نحولي من قلبي. شوف حتى ابن حجر قال وزاد النبي صلى الله عليه وسلم واصرفني عنه قال حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الامر متعلقا به. لم يبقاش القلب متعلق بحاجه خلاص راحت واصرفني عنه. ثم شوف واقدر لي الخير حيث كان ورضني به يعني يا رب قدر لي الخير من كان واحفظ من ذلك انك ترضيني لانه لا شيء كيف عنده الخير ومش راضي بالخير عنده زوجه كيف هداها شنو الطاعه وشنو الكوزينه وشنو يعني كل ما فيها كل ما يتمنى الرجل ولكن هو لما مش راضي بهذا الخير نهار كامل يوديها مشاكل ونهار كامل هو يعيط ويسكي وهذا وكذا وكذا. مشكل مش مشكل بالزوج انما مشكل فيه ما شاء الله بما اعطاه الله سبحانه وتعالى. لذا في الاستخاره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رضني به نسال الله ان يرضينا بما اتانا من نعمه. جزاكم الله تعالى خير مشايخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم. اخواني ممكن نختم بفيديو اللي وقع خلل ممكن نشاهده اخيرا ثم نختم ونصلي ان شاء الله تبارك وتعالى. خذ الميكروفون هذا الفيديو ممكن يكون ملخص لكل اللي ما حضر ممكن هذا ملخص. أعوذ بالله
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الندوة، أن يجعلها في ميزان حسنات مشايخنا وحسناتكم لحضوركم. أيها الإخوة، أشكر الشيخ رشيد كتاب فتح لنا المسجد، وأريد أن أذكر أن هذه الندوات تعقد بمساجد بلدية بودوو بترخيص من مديرية الشؤون الدينية، مشكورة على ذلك. إن شاء الله تعالى بعد 15 يوما جمعية العلماء المسلمين شعب بلدية بودوو تضرب لكم موعدا آخر بمسجد الرحمة بحي من تركيا إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا الله تعالى اللقاء والبقاء. أشكركم إخواني على حضوركم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل حضوركم في ميزان حسناتكم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق.